انا جايه احكي لك مشكلتي ومش عارفه اروح فين ولا اجي منين ولا عارفه اقول لمين ولا ما اقولش لمين. اسمعيني للاخر بالله عليكي وشوفي رسالتي. شفتها يا حبيبه قلبي وهرد عليكي. انا عندي 35 سنه ومتجوزه وعندي ولدين، وجوزي في منصب كويس جدا وهو متدين وكل حاجه، بس حرفيا مش حنين عليا وقاسي جدا وعمره ما اتكلم معايا خالص، ولا حتى بيديني اهتمام، ولا حتى بيسمعني. واغلب الاوقات لما اجي اتكلم معاه يقول لي سيبيني انا تعبان، ولما اكون بتكلم معاه مثلا وفي نص الحكايه مثلا يسيبني ويمشي. الحته دي بتخليني اتقهر حرفيا، وبيخليني طول الليل افضل اعيط لحد ما بقيت خلاص هشه وحاسه اني مفيش امل فيه. مفيش مره اتعب يوديني للدكتور او حتى يسال عليا ان انا رحت او ما رحتش خالص، مش مديني اي اهتمام خالص. انا متدينه ومنتقبه وبصلي الحمد لله الفرض بفرضه، وبصلي كمان قيام الليل، والحمد لله كنت بتحسد على اللي انا فيه ده. والله العظيم زي ما بحكي لك كده، لحد ما حياتي اتقلبت في لحظه وضعفت. تعرفت على واحد من شهرين واتكلمنا. اوه انت كده بتقعي في الغلط. وغلطت معاه للاسف. ايوه غلطت معاه للاسف، لا اله الا الله. ودي حاجة هتموتني ومش مصدقة اني عملت كده، وخنت ربنا وخنت جوزي وخنت اهلي وخنت نفسي وخنت ولادي. انا مستحقش اني اعيش، انا ما بنامش الليل. آه الموضوع ده صعب عليا. هي كانت مرة وبعدها قطعت علاقتي من الشخص ده خالص، وما بقيتش اعرفه خالص ولا بقيت برد عليه، وغيرت رقمي وغيرت كل حاجة، وبقيت بصلي اكتر واكتر، وبقيت بقرب لربنا. بس انا مكسوفة من ربنا قوي ومش عارفة اعمل ايه. يا ترى ربنا هيقبلني ولا لا؟ انا في اشد الندم، انا حياتي متدمرة. قولولي اعمل ايه. انا سمعت شيخ بي بيقول حد الزنا هو الرجم. طيب انا اعمل ايه؟ انا عايزة اموت بس مش عليا ذنب. اروح لمين؟ هل اعترف لجوزي ولا اتحمل خطايا، ولا انا استاهل ايه؟ انا مش عارفة اعمل ايه. لا اوعي تروحي تقولي لجوزك طبعا. اولا انت الحمد لله ربنا سترك، وما دام ربنا سترك اوعي تروحي تفضحي نفسك. توبي لربنا وكفايه انك ندمانه، وباذن الله ربنا يتقبل منك. واوعي تعرفي جوزك او اوعي تعرفي اي حد مهما كان قريب منك. اوعي اوعي اوعي، قلتلك 100 مره اوعي تعرفي حد. ربنا سترك، اوعي تفضحي نفسك، لان الرب ساتر العبد فضاح. اوعي تحكي الرب، اوعي تحكي لاي حد. اشتكي ربنا وعيطي لربنا، وبصي اعملي كل حاجة في الصلاة. عيطي، اعملي كل شيء. اقرأي قرآن، تصدقي، اعملي صلي قيام الليل، عيطي في الصلاة، وان شاء الله ربنا يقبل منك وربنا يقبلك. وكل البني ادمين خطائين، وكل الناس بتقع في امتحانات طبعا. الحمد لله ربنا يسترها علينا ويسترها عليك.